بتحبوا الاولاد؟ حسب. انه انا كثير بحبه. انا كمان. انا ما بعرف. ليكي عندك اولاد سائلين وعندك مهضومين. طيب اذا اجاكم اولاد شي نهار بتحسوا ما اجانوا. ما اجى؟ انت هلا قول عندك، بس عم بحكي ولد حقيقي. ايه شو؟ لك جوجو هرب. نحن مثل مساطيل حاملين لعبه، ما بدنا نقول لهم ليش هاللعب حاملينه. هيدي لعبه ولا حقيقي؟ باتات حقيقي. هذا ابني الحقيقي انا صغيره، ما بدنا نقول لهم ليش حاملينه. جوجو رح حملك مارسيلينا، يا مني انا هيك مسميتها، وانت وانت برونو. رح تحمل برونو. مين برونو؟ بس بالايدين برونو، مش هيك برونو. في لحظات على بالايدين هيدا ولد. هلا هلا ايوه التست هو انه بدي اشوف اذا بتعرفوا تحفظوا ولد. تحفظوا مع كل سيريسلي مع كل مع كل لعبه اللحظات. بيطلع لنا حفاظ. اكيد سيريسلي هي لغسان، بس جايز هي مش لعبه، ما تحملها هيك، احملها كولد. احملها كولد وحفظوها. ما بيكونوا حاملينه هن وعم بيحفظوا حاطين بيحطوه على طاوله. طيب حطه هون تفضل. يلا حضناه. يلا جو اهيد. انا رح ساعد جوجو انت تساعد. اوكي لحظه شوي. شوفي رح يكون ذا بيست. مريم تساعدك. اوكي. انا كنت حفظ انا وكبير. هيني ليكي هون مقاس. بدك تلزق غسان هيك يعني اذا ما لزقت له حفاضه للولد. هيدي وين ورا ولا قدام؟ هيدي بعتقد يلا شو بربح؟ البارتي اللي اتخن لورا. لحظه ليك شو سريع هلا هيك حفظته. شو سريع هو بهبط عليه شوي. ايه ماشي الحال جيبوا ابننا شوي ابننا شوي بس ضعيف. بربح. جوجو عم بيتعذب شوي وعم بيتصارع هو وعم بيحفظ. هي جوجو عم تخسر. اول شيء ما فيك تحمله لابنك هيك، اذا هيك حفظه يوما ما. ليك كيف حملها هيك، يعني اذا بدك تحفظ ابنك يوما ما بتصير حمله هيك، ما عم تتخانق مع الحفاظ. بس ظابطه يعني هم يزبط الاحفاظ يعني ما يجي بالدين. يعني انا برايي هن قرومين اقوى، برونو ولا مارسيلينا بالتحفيظ. جايز حلقتنا اليوم عن شو مريم؟ عن having kids easy or hard. انتوا شو قولكم؟ هيني حفظناه. يعني ايزي؟ شو جوجو مش معنا. Having kids easy or hard? Go ahead. هاي ريتا، هاي أنتوني، هاي محمسين؟ كتير لدرجة إنه حكينا كل شيء قبل ما نبلش. ليه حسيتك هيك؟ طبعا عم بتفاعل معك أنا. ريتا خبرينا شوي. انت عندك جورج هلا صح؟ عندي جورج. قد ايه عمره جورج؟ جورج بعد 5 أيام بيصيروا 11 months. اوه ماي جاد 11 موا يعني اولموست عندي ولد عمره سنة، مش عم صدق. وانت على الطريق؟ مش انت قصدي. أنا على الطريق اكشلي، وجاي ولد على الطريق. جاي ولد. عرفت شو معك؟ الصبي مع مرتي. صبي عرفت شو مع مرتك؟ حلو انك مستثني حالك من الايكويشن. اذا شيء اجباري. الصبي؟ ايه واو ليونيل. اي ريمبر. ليه ليونيل؟ خبرتك ليه؟ لانه اذا ضيعوا بدايره نفوس بينه وبين ليونيل ميسي هن عم يعملوا له حصر قرص، 1% شانس يملي ابنه. ثانك يو. اعطيه اسم حلو. لا ذكيه. امتى شيز ديو؟ بتشوفني هيك انا ب 24th of March يمكن بهالحدود. قد ايه يعني صدفه انا بس انه بهال مارش 24 يعني هلا يعني بالخامس. حماس. واو اكيد انه عم تصنعي بني ادم يعني عم بتشاركي بمعجزه الحياه. يا منك عارفه محمس وعارفه انه في شيء جاي يكمل المربى يلي اهلي نقصوا علي. طيب جايز انا بدي اسالكم سؤال، انتم بتلاقوا انه everyone is fit to be parents nowadays؟ لا انا بقول لا if you're not ready. يعني انا كثير بزعل من الناس، وهي عبالي احكي كمان بهالموضوع اللي بيقولوا لي يلا انت بدك تجيب اولاد. ياي بليز ما بحياتكم جيبوا اولاد under pressure بحياتك، لان في لكم شيء ما حدا هذا بعد مش حكي عنه هيك. انا قبل ما يجي جورج I was so ready for him لدرجه I was doing pregnancy test every month. كنت عم صور يعني انا لو حبلت I was planning كنت عم صور ثواني اوكي اللي حطوه على الابسي من تقريبا من كم شهر. لو حبلت انا اصور ثواني شو كان صار. ومن بعدها رحنا على الاوسكارز، كنت ما حفي يمكن البس فستان هونيك او شيء، انه كنت حتى بلانينج بلا ما افكر يعني. كنت كثير بدي يكون عندي بيبي
واجا بالوقت المناسب. يعني جيت وقت جينا من لوس انجلوس بعد لوس حبلت. واو. انت were you planning؟ كنا انه بين بلانينج ولا يعني اذا زبطت طيب شو يعني بين بلانينج ولا؟ لانه انا شخصيا جايز انا كثير بخاف. يعني بيجي بقول I want to planet، برجع بطلع بقول انه طيب what if I'm not gonna be، لانه انا كثير بفكر انه what if ما كان عندي وقت انه اعطيه لهذا الولد، او what if ما تضحكوا علي global warming and everything our planet ما بقى تساع. انا فكرت انه مش مسؤوليه تجيبي ولد على هالعالم. هلا اكشلي هلا الوقت اللي نحن فيه بالثوره بقول شو مش مسؤوليه تجيبي ولد هلا exactly. يعني هلا انت مرتك حبلي بالثوره. هلا تو ليت فور يو انتوني سوري ما بعرف. ليكي ما تفكري هيك. هذا انت قلت لي هذيك المره على جنب. ما فيك، لانه اذا بدك تضل اذا كل الناس فكروا بهالطريقه ما حدا بيجي ولاد يعني. بس انا بدي اقول شغله عكسها. انا هيك كثير بسمع هالجمله وانا كمان ضدها. لا مش ضدها، مش لا بدي اقول لك شغله. ما انا ليه عم اقول لك I was so ready and yet لما صارت حسيت انه شو overwhelmed انا. يعني كنت عم بعمل pregnancy test كل شهر، كنت حموت لجيب بيبي، واجا البيبي اكيد حبلت واجا البيبي وهيك قلت لحالي اوف يا لحظه في كثير قصص بدي الحق عليها وهيك. تخيلي انك مش ريدي ويجي البيبي انه. فانا بقول كثير بجواتك انت اسمعي هيك حالك قد ايه انت ريدي. لان عجب لك شغله كمان، انت اسمعي حالك مش جوزك شو بده او العالم شو بده، because it's your body that's going through 9 months of pregnancies and postpartum. هلا هو بيحبل معك جوزك على فكره. انا لا حبلان عمل. لا في شيء انا بدي اعرف، لانه مش كل الرجال نفس الشيء. يعني في رجال بيقولوا لي انه اوكي مرتي حبلان هي يعني تعمل كل شيء، بس انا ما بغير. انا جوزي حبل معي يعني قطع بكثير اشياء. انا نفس ما هي منظر واحد حبلان اصلا يعني كيف بكل وضوح. شو يعني اقول مثل شو انا التستات الكلير بلو يعني بضل على صدنا كل ما تعملون بعد ما حبلت ما خمقفت اكو انا وياها شغل البيت كله انا عم حلو برافو عن جد حلو هالشيء اكزاكتلي لانه مستعده تعملي شو ما كان لما تنفجر مرتك العاليين هرموناتها فيك. هذا السبب؟ لا يعني هو حب اكثر حب. يا ريت ما قلت هالشيء يعني حلفت الصوت اللي بيمشي كبيته. هن اصلا في كاب سيكولوجيك بيقولوا انه فعلا اذا جوز كان انفولد بحبل مرته بيحبل معها. يعني ايفن سيمبتومز اللي بتحس فيه انا بيئه انا حسيت بانه وحياه الله مش حنظر. انا جوزي كمان بس قال لك انا جوزي وانا اي سيرشت. انا ما كنت عارفه انه في شيء اسمه فانتوم بريجنسي. مش فانتوم بريجنسي هلا بدنا غير شيء او ميرور ما بعرف شيء. لا something that الزوج بيقطع فيه كانه حبيب. انا عبد الله كان يحس بنوزيه اوقات مثلا مش عم بمزح، لانه لما يكون كثير متعاطف مع مرته وعم بيقطع معها بكل مراحل البريجنسي هي جو ثرو. ومثل ما قلت في رجال ولا بحسوا ريلي حدا عم بيتعذب قدامك هيك على فتره بتصير انت معه بتحسي معه سو بتهينيه عليه وبذات وقت بتهينيه عليك. طيب انا بدي اقول شغله عن هيك في شيء اسمه بس انا بدي ارجع اعقب على نقطتك على قصه انه اذا فكره انه تعتلي هم الجلوبال وورمينج وهيك منه سبب تقولي لا انا ام نوت ريدي. قصه ريدي يور ريدي انه تجيبي ولد لما انت ويور بارتنر حاسين انه انتم بدكم تطلعوا للنكست ليفل يلي هو تجيبوا مخلوق على هالدنيا وتتشاركوا سوا. انا معك. يعني هالقرار بيتاخذ مع بعضكم تاخذوه. انا معك بس اذا بدنا نحن مع بعض عم نحكي طبعا مش انا بقرر لحالي. قرري ما حدا راكد وراكي بس انه المهم توصلوا لهالكونكلوجن انت وياه. يعني نحن الفرق اذا بدك بين جيل اهلنا وجيلنا قد ايه تقدم. نحن متقدمين بعصر الانترنت 10 سنين سابقين اهلنا بكل سنه يعني. بس مش يعني اهين هلا هلا كثير اصعب انك هذا عم جرب اقول هو اصعب بكثير. يعني ما فيني اجي اقول كله بيقول لي انه جيب الولد والولد تجي معه رزقته. لا ما بتجي رزقته معه. في كثير عالم مثلي انه they overthink it مش هيك. وي اول دو بس بمحل بدك كمان لقلك واي هاف تو ليت جو. اذا انت ريدي اذا منك ريدي اوكي ساعتها غير. يعني فيك تكوني منك ريدي وعم تلاقي هالحجج او انت ريدي يمكن سبكونشسلي انا او انت ريدي وعم بتخافي عن جد من هالقصه. اوفر ثينكينج طبعا. يعني اذا if you're an overthinker كل حياتك. هلا بدي اقول لك شغله كمان حكون هيك فيها ريلي بلونت. اوكي اكيد do not have a baby under pressure بس كمان you're not growing any younger which means the clock is ticking. ما هيدا اللي بضلوا نازل. لقلك ليه انا بلاقي 30s ما بقول 30 او 31 او 32 in your 30s احلى وقت تجيبي بيبي. لانه المرة بتوصل لمحل accomplished بالكارير تبعها بتعرف شو بدها بالحياة and you still have enough energy to have a baby and your body still have enough energy to recover from a baby. ما تنسى انه having a baby at 35 36 is different than having a baby at early 30s
activities لانه ريلي ما نحكي هيك بطريقه كثير واقعيه جسمك وجلاتك لا والريكفري after having a baby takes a lot of time. هلا اكيد eventually في ناس مضطرين اوقات ما بيقدروا ينطروا في اشياء معينه they're going through before having a baby مضطرين اوكي بس اذا بتحسي انه بدك هلا وقادره and you still have the energy انا بقول why not do not overthink it. ان كيس مقرره تاخذي وقتك مش غلط التبني. انا ادوب اللي أنا اليوم فيترو والشغل ما بحبهم انا هول انا معك 100% انا ضد ولا الولد ايفنشلي فيك بالك هو قاعد بدار الايتام. انا كثير بحب هالشيء انا فكرت فيها انا هيدا اللي بدي لك اياه. انا معقول فكر اني اتبنى لإلي اسهل من possibility فكر انه جيب ولد لانه بفكر انه في هذا الولد على الطريق انه انجلينا جولي تبنت 17000 ولد اكيد انجلينا جولي عندها 1000 مليون دولار بس ما هي مضيعه معي مليون دولار ايه تحتي انا بركب ماني عارفه بالوضع ما حدا معه شيء بالوضع ما حدا معه شيء. ايه اكزاكتلي. طيب انا بدي اسالكم سؤال what about الصورة بالسوسايتي عن العائلة اليوم مع عصر السوشيال ميديا والإنترنت بحس إنه في كتير عالم بيجيبوا ولد صاروا just to ينزلوا له صورته exactly anyway it's wrong to say it بس it's very true. فيك تنزلي صورة هيك صورتين It's نحن انه wrong to صورة say عائلية بس بس if it's true it's very dangerous. ايه بس الناس اللي عم بينزلوا كل هالصور لاولادهم they are exposing اذا بدك البرايفسي تبع الاولاد لكل العالم. ما هيدا سؤال انه مين قال انه هذا الولد ايه اكزاكتلي يشوف الصورة المعروفة اللي كليشيه نحن بالبانيو مزلطين كلنا مصورين. انا بيقولوا لي ليه ما بتنزلي له صور انا يمكن نزلت له صورة او اثنين وهن بس انه بفكروا كانه انا امي مصيبة العين وهيك ما بعيد في اخر همي بس انه ايه كرماله بقول بكره مثلا لانه ابني جيل الانترنت يعني بكره ابني بعد 10 سنين حيشوفهم حيقول طب ماما ليه نزلت لي صورتي انا بقول لك انا بالنسبه لي I do not approve of this. بالتسعينات كانوا يصورونا بالبانيو معروفه كنا بالطشه كلنا مزلطين. الصوره انا اذا بشوفها اونلاين بعمل البانيو الازرق الطشه يعني تخيل لابنك عم يسووا ما معقول قد ايه بتكوني حساسه على كل شيء. ولا بالسايكولوجي السايكولوجي تبع الولد يعني انت اليوم مسؤوله عن تكوينه لهذا الولد. انت شو ما تعملي اوقات ما نحن ما حدا منا خلق معلم واذا بدك ترجعي لاهلنا لانه اهلنا ستة كانت تعرف من امي كانت تعرف من ستة ومن ستة اليوم ما فينا نحن نرجع بهالريفرنس لانه كمان زماننا تغير. اوكي فيني اخذ القصص البديهيه ان تساعدني او هيك بس ايامهم غير ايامنا. انت عم تيجي تربي ولدك على اسس سوتون لا يعني على هيدا الوقت. ما بتحسي انه السايكولوجي تبعيته كثير ديليكات يعني اقل غلطه انت بتعمليها او شيء ما فيك تقسي هالقد على حالك. خليني اقول لك شغله انا عم بحكيك انا امي كمان specialized in the education of children امي سايكولوجيست وحي معي كل الوقت ومع جار وبرضه بضل في قصص بتقول انه انا ما في اتحكم كل شيء كمان بدك تاخذي نفس وانت what made you the woman you are today هن اغلاطك اكثر من الاشياء الحلوه. انا بقول انه what we've been through the fights we've been through هن عملوا لنا الناس لقويا نحن اليوم. ما بدك تحمي ابنك او بنتك من كل شيء على فكره اكبر غلطه تعمليها انك تحميه من كل شيء طبعا لانه بتكسري كل شيء زيد بالمعنى نقص لا مش بس هيك لانه بتكسري لهم اول شيء بتكسري لهم شخصيتهم بعدين ما بتخليهم يغوصوا بادفنتشرز الحياه ويبنوا شخصيه حلوه لانه اذا ابنك بده ينزل يلعب بالبريه مع رفقاته ما بتقولي له لا اصلا بتعرف شو بعد فيها هالايام البريه لا كله على الأرض. انا هيدا اللي بحزنني انا منجد من فوق لتحت يعني كنا نروح ضلني مقطب راجع انا هيك بس هيدا شيء مسؤوليه ما بتعتبروا انه هيدا شيء مسؤوليه الاهل يعني مين اللي عم بيعطي الايباد لا للولد؟ اكيد الاهل بس في لك شيء كمان ما بدنا نقسى على الاهل بس لانه يعني شو ليميتي بس لما تبعتي ابنك على مدرسه كلهم حاملين ايباد جاي لك مام كيف بدك تفسري لا اللي فيك تعمليه انه تعملي ليميت يعني تقولي له ليك عندك ساعه بالنهار ما تجيبي له مثلا ايباد تعطيه الايفون تبعك لان هذا الك ما بقى عنده شيء له تجيب هذا الايفون تبعي بتقعد عليه ماكسيموم ساعه بنحكي ليتر اون لما يكبر 54 انا هلا نو سكرين تايم لابني نو بشكل مش قبل 6 سنين بيقولوا لازم الولد يقعد يحضر تلفزيون. بعدين انا شفت ريسيرش باي ذا واي عن هالموضوع انه الاولاد اللي عم they're exposed to technology and iPads بعمر صغير بيعملوا اوتيزم ومش مزبوط انه it makes them smarter it makes them more dumb. no you know على نتفليكس اسمه beginning of life بنت بتعلم اسبانيول وعلمت الاولاد دايركتلي 1 on 1 على شهر من عمر 9 اشهر ل 10 اشهر عرفوا يحكوا اسبانيول حضروهم فيديوز ما عرفوا يعني الشاشه ما بياخذ منها شيء لا بس بتلهي انت لراحتك بتحطي قدام الشاشه شو hablas español o no un poquito sabes por qué está verdad ليه هذا الشيء صحيح شو عم بتقول لك بتعرف ليش هذا الشيء مزبوط ليه هذا الشيء مزبوط ليش هذا الشيء مزبوط لانه لما تحط الولد قدام تلفزيون قدام شاشه he's passive he's on the receiving end قاعد هيك عم يتلقى وبيسطل. انا بشوف جورج مره لما اضطرينا نسافر على
مش اضطرينا نسافر، سافرنا على فرنسا، كان جورج عمره 7 أشهر، اضطرينا نعمل رود تريب، اوكي which is something not very easy with a baby who's 7 months old. 7 ساعات بالسيارة مع جورج، يس بقى 7 ساعات بالسيارة، في محلات اضطريت حط له بيبي اينشتاين، اوكي اللي هي موسيقى موزار واشياء حلوة، لسكته لأنه ضاق خلقه وأنا صرت أحس بالذنب ليه عم بعمل هيك بابني. بتعرفي كيف هيبنوسس بيسطل هيك لدرجه انه هي كانت سناب اوت اوف دغري لما اطفي له بضل مسطل ليك الافيه بعدين بيوعى منها وبيبكي انه لا تفيتي لي اياها. واو شو هالافيه البشع، يعني تركيزه بيروح كليا. ماريا مثل العاده قررت تلعبنا لعبه، هالمره معنا دقيقه بس لنجاوب على الاسئله ايه او لا. بدي تعطيكم ماريا نلعب لعبه. اوكي ماريا يس الكم بس لا ماريا بس لعب انا بس لعب. انت ساندرين هون. كل واحد منكم عنده يس ونو. اوكي حطوا لها ميوزك. ما تفرجوني اليس اسالكم والنو. اسئله بس بدي اياكم تجاوبوا لكاميرتكم اليس او النو. اوكي وبعدين في كرونومتر، كل واحد عنده 20 سكوند 20 ثانيه كرمال ليبين لا اليس ولا النو تبعه. رح نتبع الدور انه نبلش ريتا يعني انطوني تجاوب. كرونومتر؟ ايه على عم بدق قلبي. بتشوفوا انه في ايماج لولد ايديال؟ نو اكيد نو. بعدنا عم نحكي انه كثير مأذي انك تحطي ايماج للولد ومضطر انه يمشي عليها، هيدي هي الايديال، كل حدا از ديفرنت. لا كمان نو صراحه، كل انسان يونيك بحد ذاته لحاله، ان كان من ناحيه المربى. كيف سرقت جواب ريتا هلا كثير بس بطريقه هيك بس حاليا ما في غير جواب. ايه لا عن جد لا لك ليه ما في ولد ايديال؟ هتلر جرب يعمل عرق ايديال بالعالم وما قدر. ما فيك تيجي تخلقي من تطور الطبيعه شيء انت بتشوفيه ايديال، لان ايديال بالنسبه لك هو شيء وبالنسبه لحدا ثاني هو شيء ثاني. واتس ايديال؟ انا بقول نو لانه ما بعرف شو يعني ايديال، يعني مين قال هيدا ايديال او هيدا ايديال، واتس ايديال. نو لازم الواحد يخطط قبل ما يجيب ولد، يعني يقول انه انا هلا بدي اجيب ولد. يس حقول يس مع انه مش كثير مقتنعه. يس اند نو. يس لان احنا باوضاعنا اللي عم نعيش فيها هلا ابدا مش هينه، وكثير بده يكون الواحد ريدي نفسيا وبكذا شغله حتى ما يتفاجئ، لانه اتس ا لوت اوف ورك الولد. انا كثير عم كون بريف بجاوباتي. برافو. ما عم بلطش على شيء بس انا جاي بحط قنواني بعد ناقصني ولا ما ناقصني. طلع بعد في واحد يس خيي يس اوكي بلش وقتك. يس لانه لقلك ايه ويو هاف تو بلان اكيد. بنرجع لنقطة انه انت عم تعطي وقتك كامل لبني ادم غيرك، سو اذا عندك قصص لازم تعمليهم بحياتك يستحسن تعمليهم شوي قبل ما تجيبي الولد، لانه عندك فترة طويلة صح. من بعد ما تجيبي الولد بدك تنسي حالك فيها. كثير especially no especially the mom really. No really. والداد كمان. والداد انا كمان بقول يس يو شود بلان ات، لانه اوقات الواحد ما بيكون يعني هو مثلا محضر انه يجي ولد واجا الولد، فاذا ما انك محضر له not fun. بس في اقول شيء هيك on a positive note لما بس يكون يمكن نعمه بتكون اوقات، يعني اوقات انت ما بتكوني محضره لشغله وبيجي الولد ويمكن بغير لك حياتك. ليك رح اقول لك شغله on a positive note، لان انا هلا I'm a parent وعم بعيشها. بس يجيكم الولد حتحسوا بكميه حب ما حفي اوصف لك هلا شو حتعيشي ما بحياتك حسستيه لحدا. It's something out of this world. No really. It's so out of this world. انا ما حفي اوصف لك اياه. كثير out of this world لدرجه انه بصير ما بدك شيء بالحياه غير ترجع لعنده او تكون بالبيت معه بوجوه يعني. And this is so worth everything. يعني بنلقي فوق بس شوفوا عم ببرعك تستغرب بتقول انه هذا الشيء شقفه مني انا. بتلاقوا انه هدف الزواج هو الولاد؟ رح اقول لك يس لسبب واحد بدي انفهم مزبوط، وحتكون شوي هيك صدمه انه انا لو ما كان بدي اجيب ولد كنت بضلني عايشه مع جوزي هلا بلا ما نتجوز، يعني بلا ما نعمل ورقه بتقول انه نحن لحتى انا قدر يكون ليجل ابني هيدا. اذا لا لو ما بدي اجيب ولد كنت ما تجوزت، كنت ضليتني عايشه مع عبد الله كل حياتي بلا ما انه نمضي ورقه ونتجوز. بس انه نحن بنعرف انه مجتمعنا لانه مجتمعنا ذاتس واي. ما فيك مزبوط اللي عم تقوله ماريا، انه لانه بمجتمعك اوقات ما فيك تعملي كونكوبيناج. هلا فيك تعملي كونكوبيناج وانا عملت علنا بس انه لانه في عالم بيفكروا انه
يعني في عالم ما عندهم الجرأة يتخطوا السوسيتي تبعيتهم، بفضلوا يتجوزوا ليقدروا يعيشوا مع بعض. يعني انا لا اخر همي وبتخطى مثل اجري، بس انه انا بتجوز يعني بعمل مثل ما بيقولوا ورقه قانونيه بتقول انا متزوجه ليكون عندي حق انه يكون انا ام لولد. يعني هذا السبب الوحيد خليني اتجوز. غير هيك اني انا مغرومه بحبيبي بعبد الله اوكي بماي اذر هاف شو كنت سموه عايشه معه، ما كان في زوم كان نتجوز ما بدنا عم نفكر نعمل بيبي. What about you أنتوني؟ كمان انا نو مش هدف الزواج هو انه ينجاب ولد. الزواج مثل ما قلنا كمان قصه انه قصص سوشيال بتضطري اوقات تلجأ للزواج الديني او هيدا كرمال تريحي راسك اجتماعيا. لو كان مسموح الكونكوبيناج هون كنا اكيد كلنا عملنا في ناس قادرين يقطعوا تحت ستريس، في ناس لا. اكيد مش هدف الزواج هو الولد. انا بقول نو مثله، لانه انا بدي الفت نقطة ثانية انه بغض النظر عن الكونكوبيناج اوقات كثير في ناس بيتزوجوا ويمكن الله ما بيطعمهم باولاد. طيب هيدا انتهت حياتهم. سؤالي انه هذا the whole purpose of their marriage. نرجع على التبني هون. هيدا سؤالي يعني هي غير نقطة عن النقط اللي حكيتوها يعني. بس it's a solution لهذا you know you have a lot of choices. فيك تتبنى فيك يعني بس في ناس يعني في ناس بيفكروا انه لا انا بفضل ما اتبنى لانه هذا توبيك كثير كبير. so again it's a choice. it's a choice لانه انا ما بتبنى لانه يمكن ما رح احسه مثل طفلة يعني. في هذا اوبينيون. لا لك شغله انت بتنقي شو الثمن بدك تدفعي. هل انه الثمن بدك تدفعي انك تعيشي بلا اولاد اذا ما فيك تجيبي اولاد، او انه الثمن تدفعي انك تتبني ولد حتى لو منه من لحمك ودمك. you decide what's the price to pay. انا شخصيا يعني بس انا كمان حتى لو جبت ولد يوما ما انا بقول this is an option يعني. حتى مش انه لانه الواحد ما بيقدر يجيب اولاد ما يتبنى. حتى لو جيب ولاد حلو انه يكون عم تعطيه حياه لهذا الولد ما كان رح ياخذها هو سديد بعنف يعني. ما عندي هالفكره قديشك حسيت كثير حلو هالشيء. مرهق. انا مرهق. الولد بيصلح علاقه خربانه؟ لا يش غلط انه تقولي جيبي ولد بيمشي حالكم. ياي على فكره ياي شو لازم يكون ماشي حالكم جنون لتجيبوا ولد، لانه التشالنجز اللي ناطرينكم and the tension and the sleepless nights and everything اذا بيخرب اكثر اذا كان خربان بيجوا مش انا بقول لك شو بيعمل بيسقطوا الاقنعه ما تاخذني بهالكلام. واو حلوه الجمله. لما يجي الولد حلوه. وانا لما اجى جورج قلت له لعبودي جاك مغرمت فيك من اول وجديد. انت either you fall with your husband again I fell in love with him like never before. قلت له اوف لانه شو بتبين القصص مزبوط. ومش هيك في ناس ببلشوا ديفورس ببلشوا مشاكل دغري بعد البيبيز بعد الاولاد لانه اتس ريلي اتس ا بيج تشالنج. كثير اخترت هالمره حكيت نفس جواب ريتا. انا كمان نفس جواب ريتا هو نو مش يس. اوكي انت بعت لي اليس. اوكي انا بقول كمان نفس الشيء انه الولد بالعكس بيخرب العلاقه اكثر اذا كانت خربانه. وللاسف انه كثير بنسمع ما موجودين على قصه رادي انه يشوف برادي قبل ما تجيبي ولد. بس كثير بسمع انا انه مثلا كابل مثل ما قالت مريم مش ماشي حالهم. طب ليه اذا جبتوا ولد بركي انه بيقعد بالبيت اكثر بركي انه لا ما اذا كابل مش ماشي حاله مع اساس هذا اخر بيزيد شخص على البشريه ببيت جوه مش ماشي حاله يعني عم مزبوط الشيء مش عم بيصير حرام اصلا لإله. في لك شيء انا جورج لما اول مره صارت لما كنت عم بمزح مع عبودي اوكي عم بقول له هيك اي سلابت هيم عم بقول له عبودي عم بقول له هيك سلاب فكرني ضربته فحش بالبكي لانه ما بحياته بيعلى صوتنا بالبيت او بيسمع تنشن او نيجاتيفيتي صار يبكي صار انكونسولبل بالوقفيه راضي ما في لتشوفي قد ايه البيبي صغير بهالعمر بيقدر ما فيني قد ايه حسي قد ايه كثير هيز سبونج. شو اخر سؤال؟ اخر سؤال اللي هو انه بتشوفوا انه بتقدروا انتم تربوا مثل ما اهلكم يربوكم على نفس القيم على نفس القصص على بنفس الطريقه؟ ما حقول يس انه حقول انه انا عبالي ربك قسم كبير مثل ما اهلي ربوني بس بنفس الوقت في كتير اشياء تعلمتها من كيف اهلي ربوني وعبالي غيرها. بس I am really انه اهلي هن اصحابي القراب. اهلي هن الناس اللي انا بفتخر كتير بعلاقتهم بكيف ربونا. I look up to them. بس اكيد في اشياء بحب غيرها لان احنا صرنا عايشين شوي بغير عالم وفي قصص انت بتراقبيها انت وصغيره بتقولي ما بدي انه مثلا ولادي to go through this. It's good لان من جيل لجيل بيتعلموا. This is so true. انا نو كمان. انت نو؟ هي يس ونو. انا يس ونو. لانه القيم اللي علمونا القصص اللي علمونا اياها اهلنا قبل
نحن وي شود ابديت نحن الاكسبيرينسز اللي بنيناها على حياتنا هي بيست على الاكسبيرينسز تبع اهلنا مع نحن شو زدنا عليها كمان سو هيدي الابديتد فيرجن بدنا نعطيها له. تليفونك انت كل فتره بيعمل ابديت، كان بدي اقول لك البشر سبقني بدهم ابديت ان كان فكريا ان كان دينيا كان بحيلا شيء بالحياه، حيلا اذا بدك توبيك بده ابديت. سو كرمال هيك انا بجرب اربيهم بطريقه احسن. مثل ما قلت في قصص انا تعلمتها مش راضي عنها، يعني كلنا انا تربيت تربيه دينيه، ماني هالزلمه المؤمن انا نفس الشيء عندي ايماني الخاص، رح اقطع ايماني لقلبي وهو يصطفي منه للدنيا، يعني بعدين ينقي شو بده يعمل ذاتس ات. سو ما في كثير اثر من قصدك رح تعطيه حريه مش تحشي له راسه لا انا رح هذا بدي اقول لك اياه، انا ايماني هو ليس على خيار. حريه خيال، انا اخذت قراري وكملت بطريقه ثانيه. سو ما رح اجي اقمع ابني. جايز انا كمان انا بقول يس ونو، يعني انا بقول يس اي وود لاف انه ربيه على التقاليد يلي اليوم بعصرنا فقدناهم، يلي هن لو سافوار فيفر، يمكن مش سافوار فيفر اكثر من انه وجود العائله، يمكن وجود العائله، الترابط، يمكن يلي مع الوقت عم نفقدهم، يلي كانوا موجودين اكثر قبل. لا في سامبل مثلا يلي اليوم ما بقى نشوفها. اي وود لاف انه يلعب بجنينه مثل ما انا كنت العب بالارض وبجنينه ولقيتها وغميضه، مش يلعب بي اس وهيدا. نو مثل ما قالت ريتا ومثل ما انت قلت انه في كتير قصص يمكن مشاكل اهلي ربوني عليهم. ليتس سي بي ربيني انه البنت بنت بالمجتمع والصبي صبي بالمجتمع. انا يمكن هالشيء علمني انه لا انا بنتي بدي اياها تكون مثلها مثل الصبي. سو بتعلميها هيدا الشيء لبنتي، فانا رح اعلم هالشيء لبنتي، رح انقل لها هيدا الميساج لبنتي. والاهل ما بيناموا لا طبعا لا طبعا لا، لانه هيدا هو بوقتهم. انا تعلمت بكره الجنريشن تبع اولادنا بعد رح تصير غير شيء. هلا الجنريشن نحن ما بزت عيرولي working women vs housewives. يعني انت اول شيء خلينا نبلش فيك كشاب. طيب انت عندك بتفضل انه مرتك تكون بالبيت عم بتربي الولد، بغض النظر اذا يمكن هي بتحب هالشيء، بس انه الافضليه انه تكون مكرسه وقتها كله لابنها ولا تكون لا؟ ليك انا ضد انه ولد يربيه حدا تاني غير امه او بيه، مش عم بحكي ام او بي. انا بالنسبه لي انا ميكانيكال انجينير بشتغل فريلانس وبشتغل مقابلهم اعداد وعندي استوديو ميوزك وخبار. سو معظم شغلي بيكون بالبيت. سو دي اللي عاملينه هلا اول فتره انا رح اكون قاعد مع الولد بالبيت ومرتي ديجا موظفه. سو رح تروح على الشغل، حسيت حالها تعبانه مش قادره تكمل شغل، بترجعي بتقعد بالبيت ويمانج. حلو بتقسموا لانه في حدا عم بياخذ تشورز عنا، يعني ما رح خلي حدا غريب او مين ما كان يكون يربي ابني غيري ما رح استوعبها. بس انه ما عندك مشكله مثلا هيدي كثير مش انا جبته خيي مسؤوليتي، انا خلفته للزلمه لتربيه، فهمت كيف ولا لا؟ يعني انا بدي اربيه هذا الزلمه. بس كمان مش غلط تطلب مساعده اذا عرفت من اهلك او اهلك. مش بس مش خليه شهرين عند اهلي. بس في منهم بيجيبوا مثلا ذا بيبي سيتر اور ذا ناني وبصير الولد كله كل الوقت واهلك غير بيبي سيتر وناني. يعني امك اوف الام شو غير. انا عم بعيشها هلا في اقول لك انا بس اتس تشويس اي ميد، وانا هلا بدي اقعد كل الوقت مع جورج وهيك عملت من بعد ما ولدت. هيدا بدي اسالك انه خاصه بالكارير تبعيتك لانه نحن بنغيب اوقات بالكارير تبعيتنا. انا غبت، انا حيصير لي من وقت ما ولدت الشغله الوحيده اللي عملتها because it was really worth it وعبد الله كثير شجعني وقال لي حتندم عليها اذا رفضتيها، اني سافرت 5 ايام على المغرب ونهار على ايطاليا لصور فيلم ايطالي which is my first Italian European movie ever. That was a huge decision that I was breastfeeding. قد هلا بابي حتقطعوا فيها هيدي اذا قررت مرتك to breastfeed وقدرت. So I had to pump and put in the freezer so I can keep my milk coming. اوكي وانا فتره سفرك انت وبرا يعني بس انا كل 4 ساعات يعملوا اك مثلا ستوب ريتا روح على التريلر اعمل بامب للحليب وارجع بامب اند دامب so I can keep my milk coming. ورجعت it was very hard a big challenge بس قررت انه ما بدي اقصر مع ابني. حسيت حالك قصرتي بهالفتره؟ اكيد قطعت بجلد تريب وامي ساعدتني تو جو ثرو ات. ما تحسي حالك جلتي واصلا ما حيتذكر هي كان عمره بس شهرين. رحت وجيت وهلا امبارح حضرت الفيلم قلت لحالي ما بصدق قطعت هالفتره. Now he's more conscious so now when I leave him he knows انه انا فليت او ظهرت. So now it's even more difficult. بس انا قلت انه عندي هالسنه بدي كرسها لابني. بالنسبه له كمان انه بدي اشوف اول ضحكه له، بدي اشوف اول مره بيوقف، انا بدي اكون انا موجوده. وبرجع بقول I have the luxury to do this. the luxury انه هلا اقعد على جنب لان ماني موظفه. لو كنت موظفه مضطره اروح على شغل بفهم انه sometimes it's hard لمرة انه تكون موجوده كل الوقت and she has to go and work. بس هلا كمان بالتوظيف شوي في شغله اسهل منا نحن. حكينا انه اذا تعبت بشغلها تترك، يعني شي هاز ذا اوبشن انه تفل منه شي هاز. هلا برجع بقول again it's good for the baby and the mom انه منيح للولد وللام انه كمان اوقات يصير في separation لحتى ما يكون كمان في كثير تعلق لدرجه انه الولد ما في بلا امه. وعندي مثلا هلا سفره انا وجوزي اول سفره لحالنا بلا جورج بده يتعود انه عندي مثلا اهلي عندهم سفرتين بالسنه انا ماني معهم. حلو هالشيء it's healthy
for the couple and the baby، لانه البيبي بحاجه يشوف امه وبيه ابانوي، مش كل الوقت بالبيت وما عم بيعملوا شيء غيره. وانتم كمان بحاجه انه كمان نحن يكون بحاجه عندكم للبريك، يعني البريك تبعكم، بدك نفسي لتجي مشتاقه كمان اوقات وهو يشتاق. ايه صح. حلو. أنا طبعاً مع إنه إذا شغلك عم بياخد كتير من وقتك وعم بيسحبك من أتليست أول 5 سنين من عمر ولدي، بدك تضحي لأنه أنا مثلك بقول إنه ما فيني أعطي شخص تاني يربي ابني. هيدا ابني يعني بالنهاية. ديفينتلي بكره حتشوفي ما حتقدري. يعني أنت you're an artist and you're very sensitive. really نحن كتير حساسين. حتحسي ما في أنا بدي أكون موجودة. أنا عندي 4 كلاب and I feel guilty because of my dogs. بصير أقول إذا جبت ولد أنا شو بعمل بالحياة؟ هيك بصير أقول يعني أنا إذا بروح على التصوير وبتركهم مثلاً let's say ما قادرين يطلعوا او ياكلوا هيدا، كل ما بصير جيلتي انه لازم خلص هلا تروح لعندهم لافتح لهم لاعمل لهم هيدا. بصير اقول اذا عن جد جبت هيومن بينج انا شو بعمل؟ انا بحس بعتزل. لا انا بحس هيك بدك تعملي بالانس. يوم حتلاقي طريقه تعملي بالانس، لان حتحسي انت كمان انه يو نيد تو هيك تاخذي نفس اند ريلاكس، انه منا هينت بعد عن بيبي. انا حتى وقت على المغرب كنت عم ببكي كل انه كل يو ويل جو ثرو ذا جيلت، اتس نورمال، ما عليه امبريس حتقطعي فيها. جد انه ما بنشبع منكم لانه اللي عم تحكوه از سو انترستينج، بس عندنا شيء لازم نعمله. هلا بنشوف كل واحد لحاله. عم بتفاجئنا. اوكي. كل واحد اسئلته لحاله. كثير مفاجآت. ولا مرة فكرت فيها. هلا ولا مرة فكرت قد ايه في بريشر لأني سيلبرتي، بس اتس فاني يو منشن ذس هلا، لأنه امبارح أخذته على كلاس مامي اند مي كلاس بنيرسري، أول مرة بتواجد مع غير أمات وغير أولاد، وفي كم وحدة من الأمات عرفوني، وبتحسي في هيك مور اتنشن عليك وعلى ابنك ومراقبة كأن فور ذا فيرست تايم بحس إنه لبسته منيح لجورجي اليوم، هيك كيف طالع على شكله قد ايه مهضوم، هيك شو حط ايدي على شعره وظبط لي شعره. يمكن نتاثر شوي بالناس كيف بينظروا لنا لانه علينا اكثر هيك اتنشن من برا، بس اكيد مش برايورتي انه بدي لبس جورج وربيه ومدرسه وهيك وبرستيج حسب الناس كيف يعني باخر شيء بفكر فيه، بفكر شو مصلحه ابني هلا، شو احسن مدرسه لإله، شو بيرتاح بتيابه. ولا مره فكرت بدي لبسه شيء لان حلو وهو مضايق فيه، يعني انه برايورتي هو his well being. لكل حدا عم بيفكر يجي ولاد، انه اذا كتير عم بيفكر يرجع يعيد النظر قد ايه هو حاضر نفسيا وجسديا، انه يكون البيبي موجود بين هالكابل، يشوفوا هن قديش عبالهم، قديش جاهزين يلغوا كل صوت بيسمعوه من برا، كل نصيحة بتجي من برا، كل حدا بيعمل عليهم ضغط انه يعملوا عائلة، لانه اخر النهار بالليل بتفوتوا تناموا بتختكم لحالكم، هيدي العائلة عائلتكم، هيدا البيت بيتكم، هالولد ولدكم، ما في حدا حيسأل عنكم الا انتو. بقى شوفوا انتو قد ايه بدكم انسوا البريشر تبع المجتمع، العالم، حتى العائله والناس اللي بتحبوها، لانه اللي رح يحمل مسؤوليه هالبيبي ويربي هالعائله هي انتو. يا مام يا ريت ما سالتي هالسؤال. انت حسيتيني مش راضي، انا ابدا مش راضي، ماني راضي، وحتى اخذ قرار انه ما بدي افكر بالموضوع حاليا، لا انا ولا جوزي، انتبهي هذا قرار ميوتشوال. انا بقول كل شيء بوقته حلو. I don't know، كل شيء بوقته حلو. eventually لما جورج يكبر ويصير يمكن واعي على هالموضوع ويسألني أو يطلب مني، بوقتها بشوف قد ايه أنا جاهزة و what's at stake، يعني am I willing to sacrifice بس كرمال جورج، وقد ايه حيأثر، لأنه أنا بفكر كمان ما بدي كتير يأثر سلبا هالشي علي وعلى الكابل، لأنه حيأثر على جورج كمان، مش كرمال بس يكون في أخت أو خي. بدي كتير كون جاهزة، قد ما كنت جاهزة إني جيب جورج على الحياة جيب له أخت أو خي، وحالياً مني أبداً مش لما أحكي عن جورج غير شيء تماماً، غير إحساس. لانه توبيك انترستينج هلا بهالوقت، سبيشلي انه في شباب وصبايا بدهم يتجوزوا، بدهم يقدروا ياسسوا عائله بالطريقه المضبوطه، مش الطريقه يلي اذا بدك الريترو، الطريقه الابديتد يلي ديجا حكينا عنها بالحلقه. اكيد في ناس بحاجه لهذا النوع من التوعيه، لانه ما بعرف قديش هينه حيلا كابل يقدر يستوعب انه جاي ولد
anything حيالله شيء، ما في باوندريز لهذا الموضوع، لانه بنرجع لنقطه انه انا جبته لهالمخلوق على هالدنيا، هيدا مسؤوليتي. قد ما تضيق فيي الايام بيتلاقى طريقه، كل شيء بيتلاقي له حل. لو نفضنا ماديا، لو افلسنا، لو كله بيتلاقي حل. بتشتغل، مش عم نشتغل 4 وظائف، بنشتغل 5 وبنشتغل 6، بس ايفنتشلي الهدف نقدر نأمن له حياه كريمه، لانه انا جبته، مش هو اجى لحق، انا جبته. اكيد رح كون موجود بأوضة الولاده، لانه ستيل بدي اشهد على هالميركل يلي هي ميركل اوف لايف، وبدي يكون حدا لمرتي. ما بالنهايه هي بدها حدا تتعبش بايده وتنزل فيه مسبات وتعصب عليه وهيك، وحدا غريب الحكيم يمكن يزعل ويفل. انا بتحملهم هول. بفضل يكون انا ولا انه يكون حدا تاني يتلقى الهرمونات بهيك وضع. بجيب له بلاي ستيشن، انه مش على ذوقه هو. انت كيف يعني؟ لانه اذا ابني تنح بده ولد ثاني، جبت له ولد ثاني، والثاني تنح بده ولد ثالث، فتنا بسيركل وسخ، وانا انجع على حالي ملحق جايز. فهمتوا كيف؟ خلونا كل واحد لحاله. بيجي قال لي بابا بدي خي، بقول له طول بالك، هدي مورتال كومبات لعاب. ايه اذا قادر تجيب بتهين علي، يعني اذا هو في يجيب اكيد، بس يجيبه عمره 20 وطلوع، يعني خالص مخلص منجوزه. بقى ذاتس ات. ذاتس ات. I don't think إنه your biological clock should pressure you بقرار as a woman. عم بحكي إنه المرأة دايما تكون لأنه pressured من وراء عمرها ولا من وراء الوقت، إنه خلص عم بيخلص وقتها، تصير pressured وتحس إنه أنا هلأ لازم أجيب ولد. أنا ما بعتقد إنه هذا الشيء healthy للمرأة، لأنه رح تكون عم تاخد قرار بس لأنه عندها وقت محدد، وهذا الشيء منه منطقي لإلي. إيه مثل إنه purpose الحياة هو إنه اتجوز، يجيب ولد، فوته على المدرسة، يتخرج، يرجع يتجوز، يرجع يجيب ولد. I don't think this is the purpose of life. طيب واللي ما بده يجيب ولد أو يلي منه قادر يجيب ولد، خلص خلصت حياته؟ No, I don't think this is the purpose of life. There is كل إنسان عنده البيربس تبعه، هو بيلاقي his message I think. بس كون عارفة حالي إنه أنا بمقدوري قادرة كرس وقت لولدي، مادياً قادرة ما أقصر عليه بشيء، معنوياً وعاطفياً قادرة أقدم له كل عاطفتي واهتمامي، then I think you can be ready. طبعاً في قصص كتير psychological تانية. أنا بعتبر إنه الولد هو ورقة بيضاء، والأهل هن يلي بيعبوا هيدي الورقة، هن اللي بيخرطشوا عليها وبينموها وبيكتبوها مثل ما بدهم. ف we should be very careful شو نكتب على هيدي الورقة، لأنه كل شغلة بنكتبها ولدنا رح يتذكرها. بحب اقول له بابا نسي كل شيء حضرته. واذا حضرت هالفيديو بكون انا متت يا بابا وترك لك رساله. لا يا اخي رجعنا. وترك لك 10 مليون دولار بس بهذا الفيديو. عم بقول لك فين شو؟ لا ايد عندك. ميرسي لكم، انتم بتعقدوا، و I do believe انه هيدا الشو رح يكون له افاده للمجتمع، لانه حسب ما قالت لي جوي انه التوبكس اللي عم بتعالجون they are out of the box، مش توبكس كل يوم نسمع فيهم، وحتى الحكي عم بيكون ناتشرال، يعني نحن مش محضرين شيء وقاعدين عم نحكي مع بعض. اكزاكتلي كانت فن اكسبيرينس بالنسبه لإلي، وهوبفلي لكم ما تكونوا عرفتوا يعني. بالعكس ثانك يو حبيبي، ميرسي لكم، باي، نشوفكم. باي جايز. طفوا كل شيء خلص.